السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هعمل معاكم الترمس الحلو او تسالي العيد. عندي نص كيلو نقعته حوالي ساعتين. شطفته كويس وحطيته على النار وهسيبه على نار هادية، وبعد كده اغطي عليه. وعندي ربع كيلو حمص بتاعنا اللي هو الحمص الشام او الحمص البلدي بتاعنا. تشطفيه وتغسليه كويس. الاول تنقيه وتشطفيهم كلهم كويس وتشطفيهم وتحطهم على النار في مية وتهدي عليهم النار حوالي نص ساعة او ساعة. لو انتي نقعتيه ساعتين ما ياخدش معاكي ربع ساعة ونص ساعة. ان كان الحمص الترمس ياخد معاكي ساعة الا ربع. تشيكي عليه وتزودي له المية وكده استوى معايا. ما خدش معايا اكتر من نص ساعة او ربع ساعة، لان انا نقعته قبل كده حوالي ساعتين. والترمس نفس الحكاية. تشيكي عليه كده تشوف الحباية لازم يبقى فيه عضة كده وناشف، بحيث ان القشرة تكون ماسكة نفسها. وبعدين تشطفيه كويس. هنعمل دلوقتي المحلول بتاعه. واول مره تشوفينا ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تتابعيني على القناه ويوصلك كل جديد عني. بصي هحضر معاكم المحلول بتاعه اللي هتملحيه بيه. القشره يا جماعه ما تدوبش كويس. عندي هنا بابريكا، معلقتين ملح، معلقه بابريكا، كمون، والشطه حسب احتياجك ليها، حسب الرغبة. وعندي مية ساعة، مية من الحنفية عادية. انا هاخد نص كمية الترمس بس هي اللي اعمل لها محلول. والحمص يعني هنضيفه وقت ما نعمل المحلول الملحي، او وقت غرف الطبق نفسه للتقديم. وكده هقدمهم مع بعض. وعندي عصير 3 ليمونات، 3 حبات ليمون وبس. هتنزلي نص الكمية مع المحلول وتسيبيهم في التلاجة، تتركيهم في التلاجة. والكمية الباقية تحط عليها معلقتين ملح عشان تعيش معاكي، وتحفظيه في التلاجة. كل ما تحتاجي تضيفي في المحلول، تعملي محلول تاني وتضيفي لهم شوية حسب الكمية اللي انت عايزاها. وكل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم في مطبخ شيزان تاج الدين. بيتقدم مع ليمون. صينية التسالي يا جماعة بتاعت العيد، بتاعت جدودنا وأمهاتنا. وكل سنة وانتم طيبين. بتقدمي ترمس، بتقدمي معاها حمص، الحلويات بتاعت العيد. وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية بإذن الله فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبون. ما تنسوش لايك وشير وتتابعيني. يا رب اللي تشوف الفيديو تتابعني وتشترك معايا. وكل سنة وانتم طيبين، وأهلا بيكم في مطبخ شيزان تاج الدين.